تفضل بالجو. استاذ احمد، يعني احكي لي ظروفه الاخيره شلون تتوفى المرحوم. الوالد يعني في الفترة الأخيرة عانى كثيرا من الجلطة الدماغية الثالثة اللي أصابته، وسكن دخل في مستشفى الشيخ زايد مدة أسبوعين تقريبا. يعني كانت عدة محاولات إنه نسافر خارج العراق معالج، بس يعني وقت النصر في وزارة الصحة رفضت كانت علاج داخل العراق. ورا قبل يومين صارت في جلطة رابعة، بس هاي الجلطة الرابعة نقدر يعني بحيث أول ما دخلنا المستشفى الله يرحمه. احمد، يعني تعاملوا وياكم شلون الكادر والخاصه فهد الاسدي، شلون كان تعاملوا وياكم باولاده؟ والله يعني أبجدية الحروف علمنا، أبجدية الكرم، طيبة الأخلاق كلها تعلمناها منه. يعني رزقنا الله أب مثالي بدرجة، ما يقبل إلا بالحق، ما يساوم بالحق. الحمد لله. موقف بعد عالم مسافرتك صدر من الوالد في اليوم تتذكر لحد الان؟ والله مواقف كثيرة، نعم. بس يعني حاليا ما قاعد أحضر أي موقف. اللي أتذكره مرة يعني فترة بأيام النظام السابق، نعم. صارت إنه جماعة نقل أو كذا، وقت قلنا لبابا لازم نسافر الخارج قال لا راح أقبل الحرام عليك، أنا موتي بالحرام أعيش وأموت بالحرام. هذا كان موقف ما أنساه. اوكي احمد، يعني عرفت يعني انه هو ترك العديد من الكتب اللي ما مطبوعه مخطوطه يعني بعد هيك. نعم. هاي شنو يعني وين راح تصير؟ عنده حلف فيها؟ طبعا ترك أمانة بعناق، وإحنا يعني لازم هاي لازم من خلال شاشة العراقية ما وزارة الثقافة عندنا مكتوبات روايات قصص يعني لازم تحملون طبعا. أتمنى ذلك. شكرا جزيلا لك.